من كأس الاتحاد الافريقي نتحول الى دوري ابطال افريقيا، حيث تتجه الانظار لاحقا اليوم الى ملعب القاهرة الدولي. الموعد مع ذهاب نهائي نسخة هذا العام بين الاهلي الطامح لاستعادة عرشه القاري والوداد المغربي الساعي للحفاظ على لقبه. ويرفع الاهلي المصري شعار الثأر من خصمه في المواجهة بعد سقوطه في نهائي نسخة العام الماضي في المغرب بثنائية نظيفة. ويضع الاهلي عينه على اللقب ال11 لتعزيز رقمه القياسي، وهو يدرك أن هذا المطلب لن يتحقق إلا إذا استغل عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز يضمن له الذهاب للمغرب الأسبوع المقبل بأفضلية أكبر من الوداد. لكن العملاق القاهري يعاني من عدم جاهزية العديد من عناصره، على رأسهم حارس المرمى الدولي محمد الشناوي. هي المرة الثانية على التوالي، يمكن ما بتحصلش كتير في البطولات القارية. الحمد لله كل الفرقة الحمد لله جاهزة بشكل كويس، وإن شاء الله ربنا يوفق الراجل اللي هو يختار التشكيل الأمثل اللي تلائم مع ظروف المباراة. إن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية إن شاء الله ترضي جمهورنا وتساعدنا في مباراة العودة إن شاء الله. جمهور النادي الأهلي دايما بعد ربنا سند كبير لينا ودعم كبير لينا، بيدينا قوة وبيدينا مسؤولية. كل العرب بينتظروا النهائي، ماتش كبير طبعا بين النادي الاهلي والوداد. ان شاء الله ربنا يكون مدينا حظ ان شاء الله في النهائي ونقدر نحقق البطوله ال11 ان شاء الله. عامل الجمهور مهم طبعا، احنا قلنا قبل كده ان الكوره من غير جماهير مش احسن حاجه، لكن احنا ان شاء الله مستنيين الجمهور كله يبقى في الاستاد القاهره. ماتش كبير ان شاء الله وربنا يكرمنا وان شاء الله نحقق ال11 ونتعب ونعمل اللي علينا، والتوفيق ده بتاع ربنا يعني. بالمقابل يخوض الوداد حامل لقب المباراة بصفوف مكتملة بعد استعادة جهود هدافه السنغالي بولي سامبو بعد تعافيه من الإصابة. ويسعى الوداد لتحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة، أو على الأقل الخروج من القاهرة بأقل الأضرار، أملا في تحقيق الفوز واللقب على أرضه في مباراة الإياب. وكان الوداد قد أقصى واحدة من أبرز المرشحين للقب في الدور نصف النهائي هو صن داونز. الأهلي بانتظار مواجهة الغد أمام الوداد حامل اللقب، وكما ذكرنا بصفوف مكتملة استعادت جهود هدافه السنغالي باولو سامبو بعد تعافيه من الإصابة. النهائي مكرر حتى يجهز الضيف، سندخل في تفاصيل كثيرة حول هذه المواجهة، وأيضا الوداد الذي حقق نتيجة ربما يريد تحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة، وأن يدخل هذه المباراة بأقل خسائر ممكنة، استغلال المباراة القادمة على أرضه وبين جماهيره. حاليا أعتقد أن الضيف جاهز، ينضم إلينا من العاصمة القاهرة المحلل والناقد الرياضي محسن اللملوم للحديث أكثر عن مواجهة الغد بين الأهلي وأيضا نادي الوداد وعن دوري أبطال أفريقيا. غدا مباراة كبيرة تجمع بين الأهلي والوداد. الأهلي على الورق كونه الأفضل يلعب على أرضه وبين جماهيره. ما هي مفاتيح الأهلي لضمان فوزه في هذه المباراة على أرضه؟ خليني اقول لك ان المباراه طبعا بين فريقين كبار، الاهلي والوداد. يكفي ان هم اخر بطلين للبطوله، مش بس ان هم اتقابلوا السنه اللي فاتت، لكن السنه اللي فاتت البطل الوداد، السنه اللي قبلها البطل الاهلي، السنه اللي قبلها كمان البطل الاهلي، فهم اخر 3 نسخ هم الابطال ليها. الاهلي في اخر 7 سنوات وصل النهائي 6 مرات، الوداد وصل 4 مرات. اعتقد ده بيدل على قيمه الفرقتين. عشان كده انا في وجهه نظري الشخصيه ان عنصريه الارض والجمهور مش هيكون حاسم قوي، سواء غدا للاهلي او حتى الاسبوع المقبل للوداد، لان الفريق بصراحه فريق الاهلي عنده كم من الخبرات، ما الامور دي ما تاثرش عليه قوي، وبرده فريق الوداد اللي اكتسب في السنوات الاخيره خبرات عاليه جدا ما تاثرش عليه. اعتقد المباريات مباراتي الذهاب والاياب بتحسب على جزئيات بسيطه، يعني استغلال الفرص، اللي يتحكم اكتر في وسط الملعب، اللي يتحكم في اعصابه اكتر، لان طبعا المباراه دي مباراه اعصاب طبعا، بعيد عن الغيابات سواء في النادي الاهلي او في نادي الوداد. اعتقد المباراه في نهائي النسخه الماضيه خسر بهدفين كبير جدا في المغرب امام نفس الخصم. برايك هل هذه الهزيمه ستعطي حافزا للاهلي في هذه المواجهه؟
بالتاكيد هتعطي حافز للنادي الاهلي، لكن هناك فرق ما بين نهائي العام الماضي ونهائي العام الحالي. النهائي العام الحالي من مباراتين ذهاب واياب، لكن نهائي العام الماضي الكل يعلم ان هو كان من مباراه واحده، وكان في بعض الجدل لا وقت للحديث عنه الان، واقيمت في المغرب بما كانت لصالح يعني الفريق اللي هو فريق الوداد، لانه لعب على ارضه وسط جمهوره، فكانت ليه افضليه اكتر. هذه النقطه طبعا بتبقى بتحفز بعض اللعيبه شويه، لان حتى اللعيبه مش بس خسر السنه اللي فاتت قدام الوداد، لا ده هو خسر كمان 2017 قدام الوداد، رغم ان المواجهات المباشره بين الاهلي والوداد هي تصب في صالح الاهلي، 4 انتصارات للاهلي مقابل 3 انتصارات للوداد، لكن انتصارين للوداد في النهائي وتتويج مرتين على حساب الاهلي، ده بيدي افضليه معنويه للوداد، وبيخلي لعيبه الاهلي عندها بعض الصقر يعني او روح الصقر. اخيرا محسن، الوداد يلعب بصفوف كامله، ما هي ابرز مخاوف الوداد الذي يخشاه في هذه المواجهه؟ طبعا يخشى هو الوداد برضه مش بصفوف مكتمله، هو عنده بعض الغيابات، منهم النهارده عبد الله حيمود اللي هو اجرى عمليه جراحيه ويغيب عن مباراه الغد، وربما يغيب حتى الاسبوع المقبل، نتمنى له الشفاء طبعا. لكن هو جل ما يخشاه فريق الوداد صحوه خط وسط وهجوم النادي الاهلي اللي هو في الفتره الاخيره اصبح ناري جدا، يصنف ان هو افضل خط وسط في القاره الافريقيه في انديه افريقيا. كمان خط الهجوم المكون من بيرسيتا وحسين الشحات وكهربا، كل العناصر دي بصراحه ترعب اي فريق، وهم حتى عقب خساره النادي الاهلي المدويه في من صن داونز بالخماسيه ولم يخسر اي مباراه ولم يدخل مرمى اي هدف حتى هذه اللحظه، بعكس ان الوداد كان بعض الشيء متذبذب. هذه الامور ان استغلها النادي الاهلي يقدر يفوز بكره، ليس بمجرد فوز ولكن حتى فوز مرتاح يضمن له الاريحيه كبيره في مباراه العوده. اعتقد الاهلي لو استغل ده يقدر يلعب على الوتر ده ويقدر يهزم الوداد، ممكن هزيمه كبيره ولما لا. بانتظار مباراة الغد. محسن لملوم، المحلل والناقد الرياضي من العاصمة المصرية القاهرة، شكرا جزيلا.